طارق لبرق وينك طارق لبرق طارق لبرق وينك لا طارق لبرق طارق لبرق وين مفرق اللين ومعيوني سرق وينك تمشي ما توداني لا تحكي لي وين جدودك لا تحكي لي وين جدودك وانت عارف يا ليالي حوتك لاقيتك حوتك لاقيتك حوتك تحكي تمشي ما توداني لا تحكي لي وين جدودك لا تحكي لي وين وانت عارف هالليالي بحوتك لاقيتك حوتك لاقيتك حوتك كانت تريد الربح اسمعني راني شارك من غادي يا بارك فارق وينك لا بارك انت الهواء. صباح الخير، صباح النور، صباح الخبزة في التنور. إلى كل المشاهدين قناة مقلب الشراب، أهلا وسهلا بكم. إلى كل جعان وسهران وعطشان، إليكم الآن البرنامج الشيف الشمبيني. مشاهدة جائعة. خير عليكم يا خير طرفي كاكم عندكم معزة انتم ولا شنو؟ لا برنامج طبخ. برنامج طبخ؟ شو الجو؟ تمام. كيف تديروا فينا ذين انتم؟ حود يدك. ازوي النار يا نوري. خلاص طلعت شيطة يا شيطان الطريق ولا قبعة شي يطريقني هذا؟ ده هو وين قوبعة؟ يا قبعة يا شلبيني شبيني. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أنتم الآن في مطبخ قوبعة الشمبيني. طبعا أكلتنا اليوم سهلة جدا. هي طبعا المكرونة المبكفكة، وهي طبعا يحبوها الجماعة كلهم. المكرونة المبكفكة سهلة. طبعا نجيبوا طنجرة ونحط فيها الزيت والطماطم والبصل بو عليه خوف بكلبة. ايوه بكلبة خوف. سهلة طبعا تحضير المكرونة المبكفكة. وسميت المكرونة المبكفكة لأنها تقول بك 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 بك. كنا كده كنا في حاجة تبقبق هذا. لا اشرح للمشاهدين المكرونة المبكفكة. بقبق. ايوه اسمع شمبيني انت. انا خليها كيف مكرونة العزاء هكي. فضل الله لا فالك يا حسن. اوكي طيبة فيها روق. ايوه. وتينا عوينه وتين على ما طابت المكرونة المبكبكة ونخش فاصل من ثم نواصل. كلوا معنا. يلا. هاي أعزائي المشاهدين، عدنا والعدو أحمد. والآن أوريكم طريقة كب المكرونة في الصفرة. طبعا هي في عدة طرق، ولكن المفضلة هي قج المكرونة في الصفرة. واتيا لي؟ واتيا. الحقني.
كونوا معنا أعزائي المشاهدين. هاي توكل على الله. لا علي حواري. ما شاء الله ما شاء الله. أيوه. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في مطبخ قوبعة الشنبين. كونوا معنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. عقبولي يا ويلي عقبولي. حولنا حطوا خبز. ايش رايك في المحطه يا استاذ؟ والله يا جماعة ايش نقول لكم؟ نسبة المشاهدة ضعيفة جدا. دي كيف ضعيفة؟ هذا من سبحان الله ونحن نخرطوا يا راجل. والله من رأيي تركوكم البرامج هذين وتخشوا على اكشن خير. ونخشوا عليه سيلكشن وين قاعد؟ الساعه ندوروا واحد يلوم عليه الاكشن هذا بالك يجيب منه. في الاكشن يا مندي عندنا السياسة، برامج سياسية هن اللي فينا فلوس. نبو طحنات، نبو عرايك. ما خاصتنا شيء طحنات وعرايك يسد اللي عنده. اسمعوا كلامي وجربوا خيرتكم فيها. نجربوا طحنات. تعال جاي يا مشري وتعال يا باتي. بعد اذنك يا برقبة. كانك انت. اطلق اطلق حق. أيها السادة في وطننا الحبيب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالنظر إلى تسارع الأحداث في مقلب الشراب وارتفاع وتيرة الأزمة هناك، كان لزاما علينا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار حول الوطن. ولنناقش الأزمة بشكل أكبر أعزائي المشاهدين، يجب أن نرحب بالمحللين السياسيين الذين سيناقشون معنا السؤال المهم الذي سنطرحه عليهم في هذه الحلقة، وهو مقلب الشراب إلى أين؟ نستضيف في هذه الحلقة عبر الأقمار الصناعية من واشنطن المحلل السياسي والخبير العسكري السيد مراجع المرعوش. سيد مراجع، بداية أهلا بك. أهلا. أنتم كنكم تنسوا في صفات ضيوفكم، بالإضافة للكلام اللي قلته. أنا خبير في اللغة العربية ومسؤول في شأن المرأة وملحن. نعم. ومن هناك من بروكسل معنا الأستاذ مشري مبيوع. مشري مهتم بالشأن السياسي. مرحبا أستاذ، ومن السيرة الذاتية رئيس جمعية المنحطين والعاطلين على العمل. نعم. ولكي نوسع دائرة النقاش بشكل أكبر وإثراء هذه الحلقة، ينضم إلينا أيضا من كولومبيا السيد بوسلمين المثغبر، وهو مهاجر دولي سابق. سيد بوسلمين أهلا بك. هو صديق مقرب لي في الدراما. نعم. في البداية أعزائي المشاهدين، نطرح السؤال المهم في هذه الحلقة: مقلب الشراب إلى أين؟ على السيد مراجع. سيد مراجع، السؤال واضح ويحتاج إلى إجابة منطقية، وهو مقلب الشراب إلى أين؟ مية. تفضل. شكرا. صح. مقلب الشراب إلى أين؟ الحقيقة سؤال كبير، هو مقلب الشراب إلى أين؟ ونحن وين نجيبوا منا علم مقلب الشراب إلى أين؟ شوف يا ابني، شوف، ما دام الأشكال اللي كيف ضيفك هذا اللي موجود في بروكسل قاعدين في المشهد، والله مو ساير منا مقلب الشراب. انت شن تحكي؟ وين رايحين انتو؟ لحظة سيد مراجع، انت كان قدرت تعرك على طول يعني، ولكن يظل حق الرد مكفول لدى السيد مشري. فعلا حق الرد مسطول. مكفول يا سيد. أيوة. تفضل سيد مشري. شكرا سيد لوي. بحكم مكانتي فاخلاقي ما يسمحليش بين قوسين اني ننزل مستوى ضيفك وكلام ضيفك هذا. ممتاز، بارك الله فيك استاذ مشري. نعم، واصل. والله نربط لك برا يا موسخ الحرب ده. تتربط المن يا إمعة. انت ايش عرفك له مقلب الشراب انت يا الزمار؟ لا تعرف انت يا الكذاب يا بلعوط يا السرفاق.
لا 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 يا جماعة، عيب عيب، أنا هكي مضطر إني لا نوقف النقاش لأن بصراحة أخذ منحنى آخر، ولكن دعونا نعطي الفرصة للسيد بوسلمين من كولومبيا. سيد بوسلمين، أعتقد أنك سمعت سؤال الحلقة جيدا. أحلى مساء. نعم تفضل. سيد بوسلمين، قبل السؤال يعني إن شاء الله خير، شنو الدخان اللي عندك هذا؟ لا لا عادي ما تدورش. شنو سؤالك؟ السؤال يقول مقلب الشراب إلى أين؟ أوكي. بالنسبة لنشأة وتطور كرة اليد في أريتريا. أين أريتريا يا سيد؟ نحكوا على مقلب الشراب. وبالمرة يا أستاذ يفكنا مرت اخبار يطلق علينا، خشت علينا هنا راي. سيد مشري لو سمحت بدون مقاطعة لو سمحت، تقدر تجاوب على السؤال سيد بوسلمين؟ بالنسبة لي أنا لفيت العالم كله وشفت مدن دخنت فيهن واجد. اللي استفطيتها في استشفيتها كيف بعثا عندنا في كولومبيا عادي أي حاجة تقولها عادي. نلقاها غمت. سيد بوسلمين، يبدو أن ضيفنا قد غلبه النعاس. نعود من جديد إلى الأستاذ مراجع المرعوش. أستاذ مراجع تفضل. عموما حتى نحن قريب نريحوا فيها على البن نراه. المشهد واضح ومش محتاج إلى تحليل. ما يبي تطيبه. شنو هالهمج يا لؤي اللي جايبهم لنا؟ شنو هالهمج اللي جايبهم لنا تبينا نتناقشوا معاهم؟ راني ننسحب من الحلقة أنا. على العموم مقلب الشراب إلى أين؟ أنا وين قاعد يا لؤي تو؟ أنت في واشنطن سيد. في واشنطن. نعم. شوي بس لعند بروكسل لحظة بس. وتعال يا باتي خايف منك ناو. انت شن تحكي على مقلب الشراب؟ ايش عرفك له مقلب الشراب؟ وانت شن عرفك؟ انت تحكي على مقلب الشراب يا الزمار يا بتاع الاسبان يا بتاع العروض. وانت يا راعي، انت راعي نفسك في حلقات زي انت راك على خربت الجو. انت راك على الهواء. اعزائي المشاهدين، الوضع توتر كثيرا ونحن مضطرين الى ان نخرج الى هذا الفاصل. تكلم معاينا انت توني زيك انت جاي من عند بروكسل. يا عندنا في كولومبيا مشي الجو عادي جدا. هذا المسلسل برعاية تبي ميزة حلوة تسحر القلوب، في دار الفردوس البسمة تسحر القلوب. الو، شاهد عندي. شاهد تلزمكم ليش؟ وينك يا شهد؟ عادي جبال اكاكوس. يا اخوي خدنا اكاكوس بعد. الحين نروح اكاكوس. حق والله؟ طلباتك اوامر والله. الحمد لله على سلامتكم، وصلنا اكاكوس. في ليلة واحدة بس تقدر تحلم بيه. الأحلام لصناعة الإسفنج والمراتب والوسائد الطبية. مجموعة من المنتجات التي نقدمها لك والتي ستغنيك بالتأكيد عن أي منتجات أخرى. تن آية ومكرون آية ومعجون الطماطم والطحين والسكر وحتى الزيت من آية. والفوز به لذة لا يشعر بها إلا من قبل التحدي وغامر. درصاف، قوة جمال واحترافية. ما تزعلهمش وجيب لهم رقم واحد. جيب لهم ستوك المدينة مصراتة، شركة المدينة مصراتة الأولى في صناعة الطلاء في ليبيا. ديليس اليوم يصنع في ليبيا زي ما عودتكم بمكونات عالية الجودة وخيارات متنوعة من المنتجات والنكهات الطبيعية. ديليس هو غير البنة ليبية. عندهم ديليس واحنا بدي عندنا ديليس. عارفين ليه أوكسي رقم واحد في الحفاظ على الهدوء؟ لأنه الوحيد بقوة الأكسجين المركز، والوحيد اللي 2 في 1 بجد. يعني الأبيض هيفضل أبيض زي التلج، والألوان هتفضل زاهية وجديدة حتى بعد 100 غسلة. لإعلاناتكم على تلفزيون المسار الرجاء الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة.
لا ما شاء الله، نسبة المشاهدة قاعدة تزيد. ما شاء الله. يعني ماشيين صح احنا يستاذوا. كل ما زاد المشاكل زادت نسبة المشاهدة. لا ما عليك، نجري شاورنا. تبينا نطلع اخرى يا استاذ ولا خلاص؟ لا خلاص، تريحوا انتوا، خلي الجماعة الاخرين يطلع. مربوحة مربوحة. قال نسبة شنو اللي زادت؟ قال نسبة المشاكلة. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في مساحة أخرى من المساحات التي خصصناها للأزمة الراهنة في مقلب الشراب. ونلتقي هنا بالشيخ بورقبة، شيخ مقلب الشراب. سيد بورقبة أهلا بك. لك ومرحبا. شحال هالك وعربكم وشحال جوارينكم؟ الحمد لله. شحال عاد حفيظ؟ سيد بورقبة نحن على الهوارنا. وينضم إلينا بالتأكيد مجموعة من المحللين السياسيين. بداية من نيويورك نرحب بالمحلل السياسي السيد الهمندعي. سيد همندعي أهلا بك. بالتالي مرحبا. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا عندي اعتراض على ضيفك اللي معك بورقبة، تقريبا اسمه بورقبة. يحكي معي كلمتين نطلع عليه. تطلع علي من انت يا ابو العقوس؟ انت احمد ربك اللي نحكي معكنا. وانت غير خلص اخوك حسان اللي واكل حقه. بعدين واحد جا الهم ما يحكيش باسم مقلب الشراب، فبالتالي بالله يسكت. اصبط محماط. نعم سيد همندعي. دعنا نتعرف بالضيف الآخر وننتقل من السيد الهمندعي إلى ضيفنا الآخر، وهو الكاتب والصحفي من لندن السيد مويلة النشوال. أهلا بك. أهلا وسهلا. الدكتور مويلة الراعي الرسمي، يعني أنتم كلمتوني قلتوا لي فيه حوار، يعني جيت يعني ما متخصص يعني حوار وزواين ونشور يعني، وبعدين باحث في المباحث البحثية للبحث يعني. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. نعم. أيضا ينضم إلينا من برلين المحلل السياسي والخبير العسكري السيد حسن الحول. أهلا بك سيد حسن. اهلا وسهلا. هؤلاء حسن حول يحييكم من امام خشتف يعني عشتي بالالماني. نعم. ننتقل او نتوجه بالسؤال في البدايه الى السيد الهمندعي. تقديركم للازمه الراهنه في ظل الواقع والمأمول، يعني ما هو تصوركم لمقلب الشراب؟ بالتالي تقديري، لأن نحن ينقصنا الكثير في مقلب الشراب، فبالتالي يجب من انتخابات، فبالتالي الذهاب إلى انتخابات مبكرة هو الحل. تعرف ايش يقولها؟ ما عندك غير الكلمة بالتالي ما بالتالي يا راجل. احكي كويس كيف سمى الله ولا اسكت. أنا من الأول قلت لك ضيفك أنا معترض عليه، يحكي كلمة أخرى والله نطلع عليه. نعم سيد همندعي، يا ريت أنك تواصل حديثك يا شيخ بورقبة، خلي الرجل يكمل. تفضل سيد همندعي. بالتالي تصوري لازم أن نغيروا الشكل في مقلب الشراب، يعني بدل ما يكون البيوت بالعرض يندرم بالطول. قلت لك هذا ما عادش يقاطعني مرة أخرى والله ينازعل ونطلع. نعم سيد همندعي، واصل يا شيخ بورقبة، خلي الرجل يكمل وبعدها كان عندك حاجة أقولها. ماشي. بالتالي البيوت يقعدن بالطول، يعني عمارة بيوت. بيت الصيف يكون الدور الأول، وبيت الربيع في الدور الثاني، والعشاش في الدور الثالث، ونفتكوا من التعابين والثعالب والتلال. نعم شكرا سيد همندعي. ننتقل بالسؤال إلى الكاتب والصحفي الدكتور مويلة. دكتور مويلة، يعني هل تتفقون مع الرأي الذي أبدى به السيد همندعي أم أن لكم رأي آخر؟ لنا
لنا تصور اخر يعني نحن فلنتفق واتفقنا يعني شنو وعندنا ما نقول يعني شنو نحن اولا دعنا اولا شنو ان نرحب بالاخوه المشاهدين. فهنا شنو المرحبا تقرب المتباعدين وتساعد على تخطي الجرد. اي تخطي يا سيد، وسع بالك. عطني دعوه كان فهمت حاجه من هالراجل. دقيقه معلش قطعنا يا برقبه، ترى قطاعتنا يا رجل. وبعدين انا باحث في المباحث البحثيه، حطها في بالك هذه، وراني قاري عدادات جيد للمشهد. صاحبك في الكهرباء. واصل يا سيد مويلة، واصل. نعم. بسم الله. اولا يجب ان نضع الحصنه امام العراب، هذا كلام مفروغ منه. قصدك العربة امام الحصان؟ لا، الحصنه امام العراب. ايوه، وبعدين فكونا منها ازدواجيه رصدة المعايير المزدوجه، فكونا منها. هي تفضل يا سي صاحبك خاش على جرانديزر. وسع بالك يا سي برقبة. نعم يا سيد مويلة. تبوا مني حاجه قبل ما نروحوا. وسع بالك يا استاذ الهمندعي، يا ريت ما تطلعش لي نطلعوا نحن فاصل، خليك قاعد. شكرا للكاتب والصحفي مويلة نشوال من لندن. ننتقل إلى برلين، حيث هناك المحلل السياسي والخبير العسكري السيد حسن الحول كما ذكرنا في بداية اللقاء. يعني في البداية نود أن نعرف ما هو تقديركم للأزمة في مقلب الشراب. تقديري مستوى مقلب الشراب مقبول، لكن كان قرا كويس هكي وشد حيله ممكن يكون جيد جدا. هذا تقديري يعني. لا أنا مش قصدي تقديركم، يعني أنا أقصد أن تصوركم للأزمة. شنو التصور اللي عندك؟ تصوري في الأزمة ممكن تصوري هكي، أو تصوري هكي، أو تصوري على الخد مثلا. يا سيد حسن، نحن نتحدث عن الفكرة اللي عندكم في هالأزمة اللي سايرة في مقلب الشراب. لا المقلب يحتاج إلى حاجتين مهمة جدا. أول حاجة الدستور والتنور. عشان المشكلة تنحل بالدستور والتنور. تقعد المادة الأولى الدستور والمادة الثانية تنور، أو الفقرة الأولى دستور والفقرة الثانية تنور. نعم، شكرا لك، شكرا للمحلل السياسي حسن الحول. شكرا استضافتي، وان شاء الله تقعدوا هرت برلين مش جلدباخ، يعني مع السلامه بالالماني. تخلى عنك هذا مخلوق. شكرا سيد حسن الحول. ننتقل الى الشيخ برقبة المتواجد معنا في هذه اللحظات. شيخ برقبة، استمعت الى اراء المحللين السياسيين، هل تتفق معهم أم ما هو تصورك لحل الأزمة الراهنة في مقلب الشراب؟ كثروا الكلام ما عندنا مشاكل إلا الإعلام، هم اللي علينا كلام. كثروا الكلام ما عندنا مشاكل إلا الإعلام، هم اللي علينا كلام. كثروا الكلام كثروا الدوا، قاعدين برا يخربوا من جوا، كل حاجة يريدوها تجيب القوة، يقولوا تمام وما موش تمام، النيتا سودا يفكنا من سوا، سيورها توضح أعمال أيام. يا نوايرتي ما عدناك مروة، واللي في عقولنا تمت اليوم أحلام. كثروا الكلام ما عندنا مشاكل إلا الإعلام، هم اللي علينا. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. سامحنا يا ابراهيم، سامحنا. الله يسامحكم. هاي تفضل يا مستر، كبر مقدارك. قلت لك اعطيني حصة مويلة تو نشيلها له. وهذه حصة مويلة بالجودة. هاي تفضل يا قوبة. بارك الله فيك.
ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا المشاكل كيف يجيبهم في فلوس؟ كل ما تعاركتوا كل ما احسن. لا خلاص من يوم غادي ما عاد لك الا نجري. ومن يوم فيها دولار اكبار صغار عرايك تاخذ ليل نهار. اي توا خلونا نعدوا الاستوديو، البث قريب يبدا. هيا عويلة، خلي العيون تحامرا وكل واحد يخدم على حاله. انت كانك تبهدل وانت كانك تفنص. انت منك راسك كانك ميت. خطاني ايوه شفت منك. لا والله مانك نظيف. قبل عند البث. طارق لا برق وينك طارق لا برق طارق لا برق وينك لا طارق لا برق طارق لا برق وين مفارق اللين ومعيوني سارق وينك تمشي ما تودعني لا تحكي لي وين جدودك لا تحكي لي وين جدودك وانت عارف يا ليالي حوضك لاقيتك حوضك لاقيتك حوضك بدك تمشي ما تودعني لا تحكي لي وين جدودك لا تحكي لي وين جدودك وانت عارف هالليالي محوتك لاقيتك حوتك لاقيتك حوتك كان تريد الربح اسمعني راني شارك من غادي يا بارك فارق وينك يا بارك. هذا المسلسل برعاية